فيلم النهارده بيتكلم عن مجموعة من أعتى المجرمين واللي موجودين في سجن عنيف جدا، وبتجيلهم الفرصة يشتغلوا في ورشة خراطة، بس بيقابلوا مفاجأة بتغير حياتهم وبترجع لهم إنسانيتهم من جديد، وبيضحوا علشانها بحياتهم. وبتبدأ الحكاية في سجن شديد الحراسة في بلغاريا مع مجموعة كبيرة من السجناء، وهم بيغنوا النشيد الوطني. بس قصتنا النهارده بيحكيها المسجون بوريس، والمشهور باسم بوهيمي اللي معناها الرجل يحب الحياة، لكنه توقف عن حبها لما جه السجن في سنة 1971. حياة السجن بتبقى في أول كام سنة صعبة وقاسية، ولكنه بعد كده بيتأقلم بسرعة وبيحس إن السجن ده المكان اللي اتولد فيه وعارفه. وزي أي سجن بوهيمي بيبقى ليه المجموعة الخاصة من السجناء، واللي بقى واحد منهم بيحس بالسعادة بوجوده بوسطهم. حراس السجن بيبقى في منهم القاسي والعنيف ومنهم الطيب والمحترم، ولكن على العموم بوهيمي كان من السجناء المهمين هنا، في محدش بيقرب له. بس الضابط فيكليسكي هو الوحيد اللي ممكن تقول عليه مجنون وما عندوش اي اعتبار للقوانين وحقوق الانسان، لانه الشخصية السادية بيدور طول الوقت على مسجون علشان يضربه ويرميه في المستشفى، حتى لو عارف كويس ان المسجون ده بريء وما عملش حاجه. وكل اللي يهمه فرض سيطرته والضرب، وده بيخلي الكل خايفين منه من جنانه. والخوف في السجن شيء جيد، بس الخوف الشديد والرعب هيبقى ليه اثار سيئه جدا. وزي اي سجن في الدنيا بيبقى ليه بعض النشاطات سواء زراعيه او حرفيه علشان يشغل فيها المساجين. بس السجن هنا كان عنده مصنع للصلب وورشه خراطه، وكان الشغل فيها حلم لاي مسجون، لان اول حاجه لما بتقضي في الورشه يومين بيتحسبوا لك 3 ايام من فتره حكمك. ده غير ان الشغل فيها بيخلي المساجين يحسوا بالحريه، كانك موظف بالظبط، بتخلص شغل في ميعاد معين وتركب الاتوبيس وتروح لبيتك. بس حالتنا دي البيت هو السجن، وساعتها المساجين بيحسوا بالغضب من النظام اللي هم عايشين فيه، لدرجه انهم بيتمنوا ما يكونوش اتولدوا في العالم ده. ما هم في النهايه بشر، حتى لو كان فيهم حاجات سيئه برضه ليهم احلام ومنها الحريه، وبيبحثوا عنها طول الوقت واللي الناس كتير ما بتقدرهاش. في يوم مدير السجن الرادوف بيستدعي بوهيمي لانه معجب بيه وبفريقه وشغلهم في المخرطه والورشه، ومطلوب منه هو وفريقه انهم يصنعوا صمامات هيدرولوكيه، واللي في الوقت ده بالنسبه لهم منتج مطلوب، وخصوصا مع جودته العاليه هتخلي السجن مكان افضل للمدير والبوهيمي. بعد ما رادوف بيدي المجلد اللي فيه تصميمات لبوهيمي، بيتفاجئ بطلب غريب وانه عايز اجازه ليوم واحد علشان يشوف ابنه، ولكن رادوف بيرفض بشده وبيقول انه ممكن يسمح لابنه يجي هنا ويقضي اليوم معاه في مكتبه براحته. ولكن بوهيمي بيرفض وبيقول لرادوف انه مش هيقدر ينفذ المشروع ده صعب جدا، يعني بيقلوا دراع المدير وهو بيحس بده بس علشان ما عندوش حل تاني. بيتفق مع بوهيمي على العرض افضل بكتير، انه لو ضاعف الانتاج في اخر 6 شهور هيجيب له اطلاق سراح مشروط وهيخرج للحريه ويعيش مع ابنه وزوجته. وبالنسبه لاي مسجون ده حلم كبير جدا، وبيوافق بوهيمي فورا، بس كمان بيطلب مسجون تاني علشان يساعده. بس المصيبه ان المسجون ده اسمه كوليو المشهور بالساطور، واول لما الردوف بيسمع اسمه بيرفض بالتاكيد، ولكن مع اصرار بوهيمي بيوافق. كوليو ده نوع تاني خالص من المساجين ومحكوم عليه بالاعدام، ومن ضخامته وشكله المرعب وغضبه الشديد بيبقى محطوط في سجن انفرادي طول الوقت ومربوط بالسلاسل 24 ساعه. كل يوم مرعب لدرجه ان فيكليسكي بيخاف حتى يتكلم معاه ويقرب منه، فلك ان تتخيل هو عامل ازاي. في البدايه اول لما بوهيمي يجي للسجن اشتغل مع كوليو ايام ما كانوا بيسمحوا ليه بالشغل، واثناء الاستراحه جم 2 من السجناء وحاولوا يعتدوا على بوهيمي، وساعتها كوليو دافع عنه وكسرهم حرفيا، وكان على وشك يقطع حنجره واحد فيهم باسنانه. ومن يومها بقوا اصدقاء، وبوهيمي خرجوا من زنزانته علشان مدينه يبدا بحياته، وكمان بكده هيأجل حكم اعدامه 6 شهور. ده غير انه عامل ماهر جدا فهيساعده فعلا. وبعد ما بيركب الكل في الاتوبيس بيبقوا مصدومين ان كل ليله هيبقى معاهم، بس العجوز تيتش ما بيبقاش قلقان منه، لكن قلقان اكتر من فيكليسكي اللي اول لما بيخش معاهم الاتوبيس بيبدا يضايق فيهم ويفرض سيطرته، وبيضرب واحد منهم اسمه جورجيف. بنوصل لمصنع الصلب وبالتحديد لورشه الخراطه، وساعتها سجناه واولهم جورجيف بيتعاملوا بطريقه سيئه مع الحارس الطيب جونيور، فبيلاقي جورجيف ان فيكليسكي واقف قصاده كعقاب ليه هيترمي في الحبس الانفرادي لمده يومين. جونيور بيبقى لسه جديد في الشغلانه وبيعرف من فيكليسكي ان جورجيف كان محكوم عليه بالاعدام، بس الحكم بقى السجن مدى الحياه، وجريمته كانت بشعه جدا، وقام بالسطو المسلح على بيته وقتل 6 عجوزه وخنقها، ونام في البيت لحد ما جت حفيده الست دي علشان يطمن عليها، فاغتصبها وقتلها هي كمان. وبينصحوا فيكليسكي انه يبقى قاسي ويعاملهم بعنف وما يساعدهمش، لانهم هيقطعوا ايده لو اتمدت ليهم بالمساعده، انهم اسوأ انواع البشر. جورجيف ما كانش اصلا المفروض يجي معاهم، ولكنه اخذ مكان صديقهم بعد ما تعب، وعلشان طريقتهم السيئه كانت هتحصل بينهم مشكله، ولكن بوهيمي بيلم الموضوع قبل ما المشكله تكبر والحراس ينفخوه. جونيور برضه ما بيتعلمش وبيجيب شوكولاته بيوزعها على المساجين، لان مراته خلفت امبارح، وعلشان الورشه ممكن يحصل فيها مشاكل كتير بيتجه فيكليسكي مع جونيور لمكتب الاداره، وبيديله مفتاح الخزنه اللي فيها السلاح علشان يتعامل بسرعه في حاله فقدانهم للسيطره، وبيعنفوا علشان اللي قصادهم دول قتله ومغتصبين واسوأ انواع البشر، ورايح يجيب لهم شوكولاته ان بطريقته دي هيستضعفوه لازم يكون صارم معاهم. الشغل في الورشه ماشي زي الساعه،
ما عدا المكنه المسؤول عنها كوليلو واقف جنبها الصامت ما بيعملش اي حاجه وقافلها. فبيقرب منه بهيمو عشان يفهم ايه المشكله، فبيعرفوا ان المكنه بتاعته جواها حمامه وعلشان كده كوليو مش راضي يشغل المكنه ليقتلها، والكل بيبقى مستغرب هي دخلت ازاي اصلا. وطبعا مع توقف العمل فيكليسكي بيبقى متعصب جدا، ولما بيعرف السبب بيفتكرهم بيهزروا مش اكتر، ولكنه بيأمرهم يشغلوا المكنه حتى لو الحمامه هتموت. ولكن كوليو بيرفض الاوامر وما بيشغلهاش، وحتى بوهيمي بيرفض هو كمان وبيقول لفيكليسكي انها مكنه كوليو وما يعرفش يشغلها. وساعتها بيعرف الظابط باللي بيحصل وانهم بياخدوا صف كوليو، فبيأمر جونيور انه يشغل المكنه. واول لما بيقرب منه كوليو بيغضب بشده وبيتجنن وبيلف الجنزير حوالين رقبه جونيور، ولاول مره بيتكلم من مده بيقول له حد شغل المكنه يفصل راسه عن جسمه، وبيمسكه بكل قسوه وعنف. وساعتها جورج بيستغل الفرصه وبيضرب فيكليسكي اللي واقف مصدوم على دماغه بيفقده الوعي. وفي الموقف الصعب ده سجناه بيقفلوا الباب لحد ما يفكروا في الكارثه دي وهيتصرفوا ازاي. الضابط ممسوك من رقبته من واحد مجنون ممكن يقتله في لحظه، والتاني متكتف بالسلاسل وغرقان دم. فيكليسكي بيحاول يتكلم معاهم علشان يطمنهم وفي نفس الوقت يخرج من الموقف ده. بيقول لهم ان دوريه الشرطه هتمر عليهم في اي لحظه، ولو سابوهم هيواجهوا عقوبه الحبس الانفرادي فقط ومش هتحصل مشاكل كبيره. وساعتها بوهيمي بيفكر ازاي يخرجوا من المأزق ده لحد ما بيقرر انه يروح ويجيب الشرطه وكل واحد يتعاقب على اللي عمله. وفي اللحظه دي كوليو يشد الجنزير على رقبه الضابط وبيقولوا لو قرب من الباب اكتر من كده هيقتله. فبيقف بوهيمي مش عارف يعمل ايه وسط تهديد فيكليسكي، وعارف ان الاعدام هيكون مصيرهم كلهم ده لو ما تقتلوش زي الكلاب. وبسبب كلامه بتحصل حاله من الفوضى بينهم. في من السجناء بقى خايف ومرعوب لانه ما عملش اي حاجه، ومنهم اللي واقف عايزهم يكملوا في اللي بيعملوه لانه هيشيل الليله زي جورجيف. وبتتطور الخناقه انهم بيمسكوا في بعض وبيحاول بوهيمي يهديهم وبيفهموا انهم في الكارثه دي مع بعض وهيقدروا يحلوها. وبيروح يتكلم مع فيكليسكي انهم يوقفوا اللي بيعملوه ويشتغلوا في نهايه اليوم يترموا في الحبس الانفرادي، وكل شيء بينتهي وهو بيقول لهم يفكوا وبعدين يتفقوا. ومن الواضح انه بياخدهم على قد عقلهم لحد ما يفكوا بعد كده يتصرف معاهم. وطبعا جورجيف بيبقى مرعوب لانهم لو حرروا الظباط هيشيل الليله، خصوصا ان محدش فيهم عمل حاجه ومحدش هيقدر يقرب من كوليو، اخره هيرجع لحبسه الانفرادي اللي عايش فيه، لكن هو ممكن يتعدم فعلا. وساعتها الكل بيقفوا مع بوهيمي وبيبقوا من نفس راي انه كل واحد يشيل ليلته وبيتعاقب على اللي عمله، ما عدا كوليو بيرفض يطلق سراح جونيور الا لما ينقذه الطار لانه لسه عايش جوه المكنه وعايز يحرره، وبيبقى مصر على رايه بالرغم من محاوله بوهيمي بيقنعه بالعكس، وخصوصا ان جونيور لسه اب جديد. فيكليسكي بقى مستغرب ازاي قاتل مجرم زي ده بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحرر حمامه وبيخاطر بحياته، وبيفضل يقول له كلام يعصبه لحد ما بيسيب جونيور وبيهجم عليه. وساعتها الكل بيحاولوا يوقفوه ويحرروا جونيور اللي خلاص بيتخنق من الجنزير، وبينجحوا في ده. وفي اللحظه دي بيخبط باب الورشه وبتوصل دوريه الشرطه، وساعتها فيكليكسي بيصرخ عليهم بيحذرهم ان في اعمال شغب وانه فقد السيطره على المساجين وانهم مسلحين. بوهيمي ما بيبقاش قادر يفتح لهم علشان يحافظ على حياه جونيور، وساعتها بيفتح الضباط الباب ولو دخلوا هيخلصوا على الكل. بسرعه بيتحرك بوهيمي وبيوقف السير المسؤول عن فتح الباب وبيعيق حركته، فبيجري واحد من الضباط يتصل بالقوات من العربيه والتاني بيستنى علشان يمنع هروبهم. العجوز تيتش بيبقى مدرك للمشكله اللي هم فيها انه لازم يتصرف، فبيخرج للضابط وهو رافع ايده وبيحاول يتفاهم معاه، لكن من خوف الضابط بيفقد السيطره على اعصابه وبتطلع رصاصه بالغلط وبتنهي حياه تيتش وبيقع جثه هامده. ولما بيشوفوا باقي المساجين بيصدموا وبيحزنوا جدا على صديقهم، وبيجري بوهيمي وبيقطع السلسله وكده يمنع اي حد انه يخش. بيوصل رادوف للمكان وبيعرف ان المساجين دول واخدين رهاين وان تيتش مات وهو بيحاول يهرب، لكن كمان بيوصل للموقع الضابط كيزاريف قائد القوات الخاصه وجايب امر من الوزير مباشره، وده بيعصب رادوف جدا لانه بوجوده كل شيء هيبقى اسوء. فبيروح يحاول يتكلم معاه علشان يمشي وبيفهمه انه يحل المشكله بنفسه وان وجوده مع رجالته بالاسلحه دي هتخلي الامور اسوء بكتير. ولكن كيزاريف بيرفض انه يتحرك من هنا وان امره بياخدها من الوزير مباشره. الوضع جوه الورشه بيبقى في غايه السوء، المساجين مدمرين نفسيا وخصوصا مع اللي حصل لتيتش، قاعدين مش عارفين يعملوا ايه وبقى كل املهم يرجعوا للسجن بسلام، وبقوا متاكدين ان الموت بالنسبه لهم مساله وقت مش اكتر، وسواء فتحوا الباب او لا فيموتوا. لكن بيهمي لسه عنده امل انه لو فتح الباب واستسلموا كل شيء هينتهي بهدوء، ولكن كل كلامهم ده ملوش اي لازمه لان كل هو المسيطر وبيهددهم بقتل جونيور لو حد اتحرك وفتح الباب او لو الطائر مات. وبعد ما بيهمي جاب اخره بيتجه للباب علشان يفتحه، مش مهم عنده اي حاجه، فبيفقد كوليو اعصابه وبيمسك جونيور بكل غضب وبيهدد بيقتله. بيحاول رادوف انه يتكلم مع الوزير ويقنعه برحيل كازاريف، فبيوصل معاهم لحل وسط وان رادوف قصاده ساعه واحده بس، ولو ما حلش المشكله ساعتها كازاريف هيسيطر ويحلها بطريقته. بيحاول رادوف يكلم المساجين عن طريق الميكروفونات ويقول لهم انه ممكن يساعدهم ويحل المشكله، وانه ما صدق ان ده حادثه مش اكتر، وبيديهم 10 دقايق للاستسلام. وطبعا بالنسبه لهم الكلام ده مش مقنع، وانه بيقول لهم كده علشان يستسلموا وخلاص. وساعتها بوهيمي بيقرر انه يحرر الحمام علشان ينهي الوضع ده، وبيقنع كوليو بتحرير جونيور، وبيركزوا ازاي يفكوا المكنه بالظبط في 10 دقايق.
شويه. وفي الاول بياخدوا المفاتيح وبيفكوا جنازير كوليو وبيتفقوا انهم بعد ما يحرروا الطائر يستسلموا، ولكن جورجيف بيرفض القرار ده وبيقول لهم انه مش هيموت زي تيتش وانه هيهرب بعد ما ياخد الضباط معاه رهائن. وفي اللحظه دي بيحصل خناقه بينه وبين بوهيمي، وبسرعه بيسيطر جورجيف على المعركه وكان هيقتل بوهيمي، وهنا بيجي كوليو بيمسكه بكل قوه وبيرميه على الحيطه وبيقع وهو مرعوب من قوته المخيفه. كوليو بيقرب من المكنه وبكل قوته بيشيل الغطاء والكل بينبهر من اللي عمله، وبعدها بيساعدوه في فك باقي اجزاء المكنه ولكنها مثبته كويس جدا ومستحيل يحركوها بالطريقه دي. ولما بيشوفهم جونيور بيعرضوا حياتهم للخطر بيقول لهم يفصلوا الاول الكهرباء علشان ايديهم ما تتفرمش، ومع محاولتهم لانقاذ الطائر ولاول مره بيسمعوا صوته بيحسوا جواهم بالامل وقلوبهم بتتعلق بتحريره. وبيبقى بوهيمي مستغرب عن سبب كوليو في تحريره للدرجه دي، فبيحكي له انه حلم انه مدفون في تابوت ولما بينزلوه للقبر بيبقى صاحي، وبيفتح عينيه وبيبقى عارف كويس انه بيحلم بس ما بيبقاش قادر يصحى، وبيحاول يخرج من التابوت بكل طريقه بس ما بيعرفش، وبيبدا في البكاء وهو خايف جدا وبينده على اي حد يحرره بس من غير فايده. وبعدها بيموت فعلا، والحلم ده بيشوفه كل يوم لحد ما بقى خايف انه ينام. ولما شاف الطائر بقى شايف نفسه فيه وعايز يحرره زي ما كان بيتمنى ان حد يحرره وهو في التابوت. بعد ما بوهيمي بيفكر شويه بيلاقي ان الطريقه الوحيده انهم يجيبوا الرفعه ويقدروا من خلالها يفتحوا المكنه، وبيطلبوا من جونيور انه يساعدهم وبيوافق بشرط واحد وانهم يسيبوا فيكليسكي يمشي وكده ويشرح كل شيء للشرطه وهيساعدهم، على الاقل هيقدر يديهم وقت اكبر. بوهيمي بيفهموا كويس ان الناس اللي بره دي ما يهمهاش السجناء ولا الطائر، وهم لحد دلوقتي ما اقتحموش المكان وطربوا على دماغهم بسببه هو وفيكليسكي، وبالتاكيد مش هيسيبوا حد يمشي منهم وصادوا اختيارين يساعدهم او يربطوه بالجنازير. بعد ما السجناء بيجيبوا الرافعه ما بيبقوش قادرين يفكوا المكنه، وبيضيعوا 10 دقايق في الهواء وبيبقوا في غايه الحزن. فبيقول لهم جونيور ان الحمامه في معظم الثقافات بترمز للحريه، فكل واحد منهم بيتكلم عن الحمامه في ثقافته بترمز لايه، علشان لسه قصدهم بعض الوقت فبيقرروا انهم يحركوا المكنه ويجربوا من الاسفل بس محتاجين رافعه اكبر. وكل ده ورادوف واقف على اعصابه مش عايز الموضوع يتحول لمجزره، وان الساعه لو خلصت كيزاريف هيقتحم مع ثقه ان الضباط اللي جوه ماتوا، بس رادوف واثق فيهم ان المساجين اللي جوه مش ممكن يقتلوهم وان كل ده مجرد حادثه مش اكتر. ومن خلال كلام المساجين بنعرف ان كوليو في الاساس راجل طيب وكان شغال في مصنع الصلب ودافع في تكاليف زفاف اخوه كلها، وعزم القريه بالكامل وكان فيه موسيقى ورقص وشرب والفرح كان فخم جدا، وشرب كوليو لحد ما ادهول خالص وبقى يرقص واحرج نفسه ساد المعازيم. فجه اخوه يمنعه عن اللي بيعمله فقد السيطره على اعصابه، راح جاب ساطور وشق راس اخوه نصين. لما حاول ابوهم يوقفوا قتلوا هو كمان وذبحوا، والام ماتت في المستشفى بعدها. بعد ما بيجيبوا سجناء رافع اكبر بيفشلوا تاني انهم يرفعوا المكنه ويخرجوا الطائر، ومعاه بينتهي الوقت وبينده رادوف على بوهيمي علشان يتكلم معاه، لكن المشكله ان كوليو عايز ساعه علشان يخرج الطائر وهو واثق ان الطائر ده بيرمز لحاجه كبيره ولازم يحرروه. بس بوهيمي شايف ان المشكله من الاساس وبيروح يتكلم مع رادوف وبيقولوا انهم عايزين وقت اكتر لان في طائر محبوس وعايزين يخرجوه الاول ويبقى حر، وبعدين هيستسلموا وبيترجى يديهم فرصه ساعه. رادوف ما بيبقاش مقتنع وبيتكلم مع فيكليسكي اللي بيقول له ان مفيش طائر ولا حاجه، دول بيحاولوا يهربوا دي خطتهم هو كشفها وفهمها، وان بوهيمي جاب كوليو هنا للغرض ده وبيساعد السجين جورجيف. جونيور ما بيبقاش مصدق اللي فيكليسكي بيعملوه خصوصا هو شايف الطائر بنفسه وبيحاول يطلعه معاهم، وفي الموقف ده بيحاول رادوف يتمالك نفسه ويسيطر على الوضع وبيقول لهم انهم هيقعدوا 10 ايام حبس انفرادي مش اكتر بس يفتحوا الباب دلوقتي. ولكن بوهيمي ما بيصدقوش وبيقول لي رادوف انه لما يخرج من هنا هيموت زي الترش اللي كان مستسلم ورافع ايده، وبيحاول يصلح الوضع ومع ذلك اتقتل. وطبعا رادوف ما بيبقاش فاهم ان ده اللي حصل وبيتصدم، بس في نفس الوقت بيحاول يوصل لحل مع بوهيمي وبيقول له انه هيديله الساعه اللي طالبها لو اطلق سراح الحراس، وانه يفكر كويس لان اطلاق سراحه المشروط بيعتمد على قراره. واول لما سجناء بيسمعوا الجمله دي بيتهموا بوهيمي انه خاين وواشي وشغال عند المدير علشان كده هيحرروا، فبيفهموا انه فعلا اتفق مع المدير على اطلاق سراحه، ولكن في مقابل انه هيعمل صمامات هيدروليكيه للناقلات المدرعه وهيديله ضعف الكميه، وبالطريقه دي شال من على كوليو حبل المشنقه. يقرر بوهيمي انه هيطلق سراح فيكليسكي وهيخلوا جونيور معاهم وبيوافق كوليو لان الحل ده هيديهم فرصه لتحرير الطائر. رادوف بيبقى في الوقت ده بيتكلم مع كيزاريف وبيقول له على اتفاقهم، وساعتها بيجي لهم خبر ان الابواب بتتفتح وبيلاقوا بوهيمي واقف ومعاه فيكليسكي ومستعد يحرره بس هيخلي معاهم جونيور. وهنا بتحصل كارثه وكيزاريف بيطلق الرصاص عليهم وبيضرب النار على فيكليسكي، وبوهيمي بياخده وبيجري للورشه وبيقف الباب وراه وما بيبقاش مصدق اللي حصل. وساعتها رادوف بيفقد اعصابه وبيضرب كيزاريف وبيهدده انه مش هيفلت من العقاب بعد اللي عمله ومفيش اي مبرر لده. وكرازيف بيبرر ده بان اكيد الحارس التاني مات، وهم بيحاولوا يهربوا ويكسبوا وقت، والظابط بتاعه لما بيلاقي الموقف كده بيحط سلاح على دماغ رادوف، بس كرازيف بيامره يتوقف عن اللي بيعمله وبيقول انه وقته كده خلص وهو اللي هيحل الازمه، وبيطلب عربيه جيش محمله بالجنود بكامل اسلحتهم وكمان معاهم متفجرات. في الوقت ده بيحاول السجناء انهم يحرروا الطائر بكل طريقه ولكن محاولاتهم فاشله الى الان، ولكن بيقدروا يفتحوا جزء صغير في المكنه مش اكتر، وبيحاول بوهيمي يدخل ايده يحرره بس من غير فايده ومش قادر يوصل له. واحد منهم بيفتكر قصص الاطفال وبيقول لهم تخيلوا لما نحرر الطائر
ده ونكتشف انه طائر مسحور ويتكلم معانا ويدي كل واحد فينا امنيه. في منهم اللي عايز يبقى طائر ويعيش بحريه ويفرد جناحه في السماء، ومنهم اللي بيتمنى يبقى حر ويخرج للحياه. اما جونيور فبيتمنى يرجع بالزمن وما يشتغلش الشغلانه دي. بيقرر جورجيف انه ينهي الحوار ويجيب صاروخ علشان يقطع الصندوق اللي فيه الطائر، ولكن للاسف الصاروخ ما بيعملش حاجه لان الحديد سميك جدا. فبيحزن جدا وبيقول لهم انه كان نفسه يبقى انسان تاني بوجه مختلف، لان بيكره نفسه جدا. وبعد ما كان رافض مساعدتهم دلوقتي بقى عايز يساعدهم على قد ما يقدر بس من غير اي فايده. بوهيمي بتبقى امنيته بسيطه هي الحريه مش اكتر. كوليو بتبقى امنيته ابسط وقابله للتحقيق وعايز يحرر الطائر مش اكتر. بيروح بوهيمي اللي في كليسكي اللي لسه عايش باعجوبه وبيقول له عايز مفاتيح مخزن الادوات علشان يجيبوا حاجه تساعدهم. وساعتها بيرد عليه المساعده وبيقول له ان في اسلحه في الدور الثاني وممكن يجيبها ويديها له، وهو هيساعده في اطلاق سراحه ويخليه حر، وان 6 شهور ويخرج احسن من 16 سنه او ممكن يموت، لان خوفه الاكبر دلوقتي من دخول القوات الخاصه انهم هيقتلوا الكل بدون تردد. بياخد بوهيمي المفاتيح وبيروح يجيب ادوات اللحام والقطع علشان يسيح بيها المسامير، وبيرمي المفاتيح في وش فيكليسكي وبيرفض عرضه، وبيروح يتكلم مع كوليو وهو مستغرب ازاي كائن صغير زي ده يقلب حياتهم كده. كوليو مش راجل سيء للدرجه دي، وكل اللي حصل له بسبب العصبيه ومجرد حاسه مش اكتر، وعايش من ساعتها على ذنب اللي عمله، وكل يوم بيحلم بكوابيسه لدرجه انه حاول ينتحر وفشل، وعلى طول بيشوف اخوه واقف قصاده في الزنزانه وهو غرقان في دمه، وكل اللي بيعمله هو عايز يحرر الطائر علشان يحس انه انسان من تاني، لانهم في السجن زي الحيوانات، وممكن حاجه زي دي تخليهم يحسوا انهم بشر من جديد. يعني ايه اللي يخلي مجموعه من قتله المجرمين واقفين بيحاولوا ينقذوا طائر ضعيف غير انه بيمثل لهم حاجه اكبر بكتير، عندهم استعداد يضحوا بحياتهم علشانه. في الوقت ده كيزاريف خلاص مجهز جنوده وبيستعد للاقتحام والمعركه وتفجير الباب. بيحاول المساجين انهم يشغلوا ادوات اللحام بس مش عارفين، فبيرد عليهم فيكليسكي المساعده قبل ما يفجروا نفسهم، وبيقول لهم انه هيخلص المهمه في 5 دقايق علشان ينهوا اليوم وكل واحد يروح لحاله، علشان ما فيش حاجه يخسروها بيوافقوا بيحرروه. وبالفعل بيقدر يشغل ادوات اللحام بنجاح وبيسيح الحديد، وكل ثانيه بتمر بيديهم امل جديد في تحرير الطائر، لحد ما بينتهي من مهمته بيلاقوا الحمامه واقفه قصادهم سليمه وبيبص لهم بامتنان بس ما بترضاش تطير. ومع تركيز الكل معاه فجاه بيسمعوا صوت الرصاص، وفيكليسكي بيغفلهم بيطلع يجيب السلاح وبيطلق النار على الطائر بس ما بتجيش فيه، وبيقول لهم ان لمده سنين حاول يكون طيب معاهم ومتسامح، والنهارده عرف انه كان لازم يتعامل معاهم بكل عنف وقسوه، وبيأكد لهم ان حكم الاعدام هيكون في انتظارهم، وبيخليهم ينزلوا على الارض ويستسلموا ما عدا كوليو وبيدي سلاح لجونور علشان يساعده، وبيوجه سلاح لكوليو علشان يخلص عليه ولكن بينفض لكلامه، وبيقرب من الحمامه وبيشربها فبيتعصب فيكليسكي وبيطلق النار وبتيجي في جنب وشه وبتسبب له في جرح كبير، فبيغضب كوليو بشده وبيجري عليه زي الوحش الكاسر وبيرفعه من على الارض بايد واحده وبكل قوته لحد ما بيخلص عليه، وجونور بيبقى واقف مصدوم ومش عارف يعمل ايه. بيتجه كوليو للطائر وبياخده علشان يخليه يطير ويحرره، والكل بيقفوا حواليه وبيساعدوه في تنظيفه وتجهيزه للطيران. وفي اللحظه دي بيحصل انفجار مرعب، الباب بيطير بقوه شديده والمساكين بيقعوا على الارض من قوه الانفجار، وبيخش الجنود معاهم كيزاريف وبيأمروا الكل يفضلوا على الارض، بس بيقوم كوليو بيحرر الطائر وبيشوفه بيرفرف قصاده وبياخد حريته، ومعاه بيتم اطلاق النار عليه بكثافه شديده وجسمه بيتغربل وبيقع على الارض جثه هامده. واخيرا بياخد الطائر حريته وبيخرج من السجن اللي كان فيه وبتقع منه ريشه. اول لما بوهيمي بيشوفها بياخدها وبيقوم مع باقي السجناء وهم سعداء بانجازهم وبيحتفلوا سوا وبيرقصوا، فبيأمر كيزاريف جنوده بيطلق النار عليهم بس محدش منهم بيجيله الجرأه انه يضرب رصاصه واحده، وبيقفوا في حاله صدمه وبيرفضوا الاوامر بالتاكيد مش هيقتلوا ناس واقفه بترقص وبيحضنوا بعض. وساعتها كيزاريف بياخد سلاح وكان يقتلهم بس بيهددوا جونيور بالسلاح وبيقولوا ان كل شيء تحت السيطره، وبيخليه ينزل سلاحه وغصب عنه بتنتهي الازمه اخيرا، وبيعرف رديف انهم فعلا صادقين وكانوا بيحرروا الطائر. وفي اليوم ده محدش بيتحكم عليه بالاعدام، وبيشهد جونيور ان كوليو فقد السيطره وحجز الجميع رهائن غصب عنهم، وهو اللي شال الليله وباقي السجناء تجنبوا المحاكمه. ونص التقرير الرسمي ان كوليو تم قتله بعد اللي عمله عشان يحرروا الرهائن، ومحدش قال شيء بخصوص الطائر، اكيد ده شيء صعب تفسيره، لكن الكل واثق منه انه مات انسان زي ما كان بيتمنى، وادى للطائر الحريه اللي كان بيتمناها. وفي الحقيقه مش هما اللي انقذوا الطائر، لكن هو اللي انقذهم وعلمهم ازاي يكونوا بشر. وبكده بيكون خلص فيلمنا، استنونا في فيلم جديد واكشن جديد.